السلام عليكم يا اساطير. قبل كل حاجه ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فبدون تطويل كتير، انت عارف تعمل ايه قبل ما نبدا الفيديو؟ حاجه بسيطه بتدعمني بيها جدا، انزل حط لايك للفيديو لان ده بيساعد اخوك جدا على انتشار الفيديو. ثالثا بقى، ده هيكون الجزء السابع من حكايه موسانج بناء على طلبات شويه ناس كتير كده في التعليقات. ما كنتش ناوي انزل فعلا عنه دلوقتي لان مفيش فصول كتير نزلت منه، وعشان كده جزئنا بينتهي لعند انتهاء الترجمه العربيه. الفيديو ده بادئ من الموسم الثاني، وانصحك انك تكمل معايا للاخر وتسمعه من الاول لان الحكايه هتعجبك جدا فعلا. ولو حد اتفرج على الاجزاء اللي فاتت منه وحابب يكمل معايا، يروح للدقيقه اللي هتظهر على الشاشه. صحيح، في حاجه كمان، انا هعمل كود في الحلقه بالكامل، واول واحد هيشوفه وهيكتبه في التعليقات تحت اسمه هيكون معايا طول الحلقه الجايه بالكامل، كنوع من انواع الدعم سواء بقى عنده قناه او لا، وكنوع برضك من انواع المساعده. الكود ده هيكون في اول الفيديو. وبس كده، بينا بقى على جزءنا للنهارده. بنبدأ جزئنا برئيس نقابة المتسولين، وهو بيسأل الآنسة مورينج عن الأعمال اللي بتربطني بيكي عشان تجيلي لكل هذا الطريق. مش المفروض إنك تزوري مقاطعة سيشوان الأول بما إنك رئيسة الدوريات الغربية بدل ما تيجي مقاطعة يونهي؟ فبتقول له مورينج أنا فقط جيت لك هنا عشان أشكرك على خطاب التوصية قبل كل حاجة. واللي مش عارف أو مش متابع، السيدة مورينج كانت رئيسة الدوريات الشمالية ورئيس عصابة المتسولين، كان ساعدها في نقلها للمنطقة الغربية بخطاب توصية منه. المهم بقى نرجع لموضوعنا. بتقعد بعدها مورينج وبتقول له في حاجه اكتر اهميه من الشكر جايلك عشانها، وهي انك تقول لي من هي عصابه المتسولين في غانسو بالظبط. فبيقول لي من امتى وانت متحمسه لواجبك تجاه تحالف المورم كده؟ لانك دايما كنت ما بتحبهمش بسبب والدك. وبعدها بيقول ليها دلوقتي فهمت. في البدايه قبلت منصب رئيسه الدوريات الشماليه لانه كان منصب بيسمح ليكي انك تبحثي عن الرقم 100 اللي هو موسانج بحريه وسهله في تجميع المعلومات عنه. ولما ظهر دلوقتي انا متاكد من انك انتقلت للمنطقه الغربيه عشان يكون سبب في بقائك بالقرب منه. فبترتبك وبتقول له اكيد لا، يعني يمكن بعمل كده عشان الرقم 100 لكن مش كتير، حبه صغيرين فقط. لكنها بتنقلب مره واحده وبتقول له على الرغم من ان حصلت على هذا المنصب لرغباتي الانانيه، لكن يجب علي ان انفذ وظيفتي كامله وبشكل صحيح. وبعدها بتقول له بصفه رئيسه الدوريات لهذه المنطقه، فانا بسالك السؤال ده لانه حتى بعد خساره الحرب كتيبه الدم الحديديه واعضاء اخرين من الفصيل الغير تقليدي مستمرين في اثاره الرعب بقوتهم، وعلى الرغم من كده تحالف المورم عارف كل حاجه ومش مهتم غير بحمايه جزء صغير من منطقته في منطقه غانسو فقط. وخلال الوقت ده وربما واحنا قاعدين مع بعض كده، في منظمه صاعده تقوم بتهريب كميات كبيره من المنشطات الجنسيه. فبيقول لها بعدها رئيس المتسولين اهدي كده عشان عصابه المتسولين موجوده في كل ده، ولو حاولت تشاركي تتعبي نفسك على الفاضي. فبتقول له ما تضحكنيش، اتعب نفسي ده هيجعل الامر اكثر اهميه ان هيكون في تعب. فبيقول لها بعدها احنا هنا بنتكلم عن منشطات جنسيه، الحكومه الامبراطوريه لها لوائح صارمه بشان البارود والمنشطات الجنسيه، واكبر من كده ان السيد مون الرئيس السابق للمنطقه الغربيه لم يمتلك اي حاجه بشان هذه المحرمات في سجلاته اليوميه. ويبدو كده ان الامر كما لو انه يتم اهماله، بمعنى ان في حد كبير جدا وراهم. بعد ما بتسمع كل ده منه بتصمم وبتقول له بصفه رئيس الدوريات الغربيه لتحالف المورم، فانا بطلب منك تقول لي على كل ما واجهته عصابه المتسولين في التحقيق عن عصابه التهريب. فبيتنهد وبيقول لي انت اللي طلبت كده انك تسمعي، وعشان كده بحذرك من الاول ان عالمك كله هيتقلب راسا على عقب لو عرفت الحقيقه. واول حاجه هيعطيها استنتاج اولي، وهو اننا عصابه المتسولين بنشك في ان قوه خارجيه ثالثه أشعلت نيران الحرب العظيمة، وإن منظمات التهريب اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي هي مصدر دخلهم. فبتنصدم مورينج فجأة وبتقول له نعم، انت بتقول ايه؟ قصدك ايه بقوة ثالثة؟ الكل عارف بإن الحرب دي بدأت بعد ما اتحاد الشياطين هجم على عشيرة جيجال. فبيقول ليها ده المعروف فعلا ان بإبادة عشيرة سيتو اللي هي بتكون العقل المدبر لاتحاد الشياطين بدأت الحرب، لأن اتحاد الشياطين ظنوا بإن عشيرة جيجال هي من وراء إبادة عشيرة سيتو. ومن بعدها بوقت قصير جدا تعرضت عشيرة جيجال للهجوم. فبتقول له مورينج اذا يبقى اتحاد الشياطين هجموا على عشيرة جيجال بهدف الانتقام. فبيقول لها الرئيس ده ما كنا بنتوقعه، لكن ده مش الواقع. والواقع بانه بعد انتهاء الحرب وبعد التحقيق اكتشفنا ان اتحاد الشياطين لم يتحرك اساسا في الفترة دي، لان امبراطور كف الدم الطاغية في الفترة دي كان رأيه انه سيكون من الافضل انهم يضغطوا على عشيرة جيجال
لتقديم تعويض مناسب بدلا من انهم يبداوا حرب استنزاف ما بينهم. فبتنصدم اكتر وبتقول له انا مش فاهمه حاجه، مين اللي ورا كل ده ومين ورا قتل عشيره جيجال اذا؟ فبيكمل ليها وبيقول ليها مش عشيره جيجال وسيتو فقط اللي اختفوا، بل في قوات على الجانبين التقليدي والغير التقليدي تعرضوا لهجوم غامض، وطبعا كل واحد منهم عدو للاخر، وعشان كده كل واحد منهم شك في التاني، وفي النهايه بدات الحرب الدمويه ما بينهم. وبعدها عرفت ان في شيء غريب، ومن بعدها بدات في البحث عنه، وفي النهايه وصلت الاستنتاج بان هناك منظمه حرضت على الخلافات بين الطرفين التقليدي وغير التقليدي، واشعلت نيران الحرب ما بينهم، وعشان حشد قوه كبيره لابد من قدر ضخم من المال. وبعد ما بحثت وجدت مكان في المورم نفسه بيدخل ليه المال ولا يخرج منه ابدا، وهناك وجدت مجموعه التهريب. فبتقول له مورينج مش مصدقها حاجه، وليه ما حدش يعرف عن هذا؟ مش المفروض تحالف المورم نفسه يكون عارف عن كل ده ويحقق تحقيق شامل في هذا الامر؟ فبيقول ليها بعدها المفاجاه ان زعيم التحالف وانا عارفين بهذا الوضع، لكننا قررنا الاحتفاظ به سر بيننا، وحتى نقابه المتسولين في تيان جانج عارفين باننا بنحقق مع اشخاص مشبوهين، ولكنهم ما يعرفوش بالوضع الحقيقي، الا اننا توصلنا الا ان هناك جاسوس داخل التحالف نفسه، وربما حتى في منصب عالي، وممكن كمان يكون داخل نقابه المتسولين، وعشان كده ما قلناش لحد عن السر ده. فبتنصدم وبتصرخ عليه وبتقول له انت بتتكلم جد؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ انت عارف مدى خطوره البيان اللي انت بتقوله ده؟ فبيقول ليها وعشان كده حذرتك مسبقا من ان عالمك هينقلب راسا على عقب بعد ما تعرفي. فبتساله انت متاكد بنسبه كام في الميه؟ لانك اكيد مش بتقول ده كله لمجرد حدس فقط. فبيقول ليها مش هقدر اشرح لك كل التفاصيل، لكن كل اللي اقدر اقوله ان في بعض الادله في الوقت الحالي، لكن لا يمكننا تحديد من يقف وراء كل ذلك، لكننا متاكدين بنسبه 80% من صحه هذه المعلومات، ودي نسبه عاليه جدا. فبتقول له وهي غاضبه طب ليه انت قلت لي على كل ده؟ فبيقول ليها انت اللي طلبت مني ان اقول لك، انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ فبتقول له بعدها انت قلت زعيم التحالف وانت فقط من يعرف كل هذا، كان ممكن تظل صامت وتقول لي انه امر في غايه السريه او تختلق كذبه يعني. فبيقول لها بعدها فكري في الامر، انا كنت محتاج حد اثق فيه يساعدني، وانت دلوقتي رئيسه الدوريات الغربيه وعلاقتك سيئه مع ابيكي، وليس لديك اي اهتمام انك تعيشي في الثروه لانك فقط مش عايزه غير موسانج، مش كده ولا ايه؟ فبتتحول بعدها 360 درجه وبتقول له اكيد عندك حق، انا فعلا مش عايزه غير الرقم 100 اللي هو موسانج. لكن في الحقيقه زعيم المتسولين مش قال لها عن السر ده من فراغ، بل لانه عايز موسانج هو اللي يساعده، لانه فكر في ان موسانج بيكره حاجه اسمها تحالف المورم، وما بيهتمش غير للسيده مورينج حتى على الرغم من تصرفاته معاها واكاديميه نمر التنين القتاليه اللي فيها اخواته. وبما انه السيف الاكثر حده هنا، لكن المشكله في انه بعد ما ينتهي من بحثه عن اخيه تاير يونغ لن يرغب بالمشاركه بعد الان، وعشان كده قال لمورينج السر ده لانها لو تورطت في الامر فاكيد موسانج مش هيتجاهلها وهيدخل بسببها تفكير جهنمي من واحد جهنمي. وبعدها بيدخل عليهم شخص فجاه وبيقول له الرئيس المبنى المهجور على جبل الشياو تعرض للهجوم. بنروح بعدها للورد الفصيل الغامض وهو بيضرب المقنع وبيقول له 45 سبيكه فضيه كلفتني عشان اؤجر 5 من النخبه و7 محاربين من الدرجه الاولى وسيد فنون قتالي، وفقدناهم كلهم النهارده بهجومنا على نقابه المتسولين. لكن انا كنت متوقع كده، لكن المشكله هنا اننا لعند دلوقتي ما عثرناش على الحبوب المنشطه، وحتى بعد الخسائر دي كلها. وبعدها بيصرخ عليه وبيقول له على الأقل كان المفروض تكون هناك عربة مليانة بالحبوب المنشطة. فبيرد عليه المحارب وبيقول له أنا خجلان من نفسي، وبعدها بيتأسف ليه، وبعدها بيقول له اللورد لازم نلاقي الحبوب دي بأي طريقة، لأن جاسوسنا اللي في التحالف قال إنها ما وصلتش تحالف المورم لعند دلوقتي، وعشان كده أنا متأكد من إن الحبوب دي مع عصابة المتسولين لعند دلوقتي. وبعدها بيؤمر المحارب بإنه يراقب كل قاعدة وفرع ومخبأ تابع لعصابة المتسولين في غانسو، وكمان يرسل رسالة للشيخ الثالث من كتيبة الدم الحديدية بإنهم محتاجين خبير في ذروة السمو. بنرجع بعدها لموسانج وهو بيسأل قائد عصابة سوي العظيمة عن مكان الفصيل الغامض، فبيتردد في إنه يرد عليه وبيقول له في مشكلة هنا. فبيتنهد موسانج وبيقول له ما كنتش متوقع منك كده، ما كنتش متوقع انك تكون من النوع اللي بيخاطر بحياته من اجل الولاء. وفي نفس الوقت قائد العصابه بيقول له استهدى بالله، انا مش قصدي اني مش عايز اقول لك. لكن موسانج ما بيستمعش له وبيقترب منه وبيقول له مش مشكله، انا فقط هضربك بقدر حبي لولائك الكبير ده، وعشان كده هبدا بنقره اصبع واحد فقط. في نفس الوقت بيقول له رئيس العصابه انت مجنون، ازاي تكون دي نقره واحده؟ ده انت هتطيرني من مكاني. وبعدها بيصرخ وبيقول له هو مرعوب وبيعيط استنى والله ما اعرف مكانه، ازاي هقول لك على حاجه
حاجه انا معرفهاش. فبيقف موسانج فجاه ومستغرب منه، وبعدها بيمسكه بيرفعه وبيقول له ازاي ما تعرفش وانت بتعقد معاهم صفقات مباشره، واكيد ليك بعض المعلومات عن مكان وجودهم، ومن شويه قلت لي انك تلقي طلب مساعده منهم. فبيقول له هو فعلا حصل كده، لكن دلوقتي لم يعد لدينا اي طريقه للتواصل معاهم لانك انت من قتل قائد القاعه الخارجيه خاصتنا. فبيسيبه موسانج وبعدها بيقول في نفسه تصدق انا عملت كده. ومن بعدها بيمشي تحت المطر وهو بيتكلم في نفسه ومش سامع حد حواليه، لانه بكده ما عرفش يحصل على اي معلومات، وما كانش معتقد ان قائد القاعه الخارجيه كان مفتاح القبض على اولئك الرجال. ودلوقتي لو حصل حاجه لتايرو يونغ مش هيقدر يوصل له في الوقت المناسب، والاكتر من كده ازاي هيرجع ويواجه سيد الاكاديميه بعد خيبه الامل دي. لكن بعدها بيقطعوا شخص من نقابه المتسولين وبيقول له انا نائب رئيس عصابه المتسولين، وهو دلوقتي بيبحث عنك لان المبنى المهجور في جبل الشاويو تعرض للهجوم ومحتاجين مساعدتك لمطاردة العدو. وفي لحظات بيكون موسانج واصل لعندهم، لكن اول ما بيشوف مورينج هناك وهي بتقول له انت متاخر تعالى واقعد معانا، بيقفل الباب تاني وبيبقى هيموت من الخجل لانه ما كانش متوقع انها تكون هنا، لكنه بيفتكر بان رئيس نقابه المتسولين كتب ليها خطاب توصيه لنقلها لهنا. بعدها بيستجمع نفسه تاني وبيدخل عليهم وهو بيقول للرئيس انا سايبك في مقاطعه يانهو من يومين، ازاي جيت هنا؟ فبيقول له انا هنا لان سمعت بخبر الهجوم. وفي الوقت نفسه مورينج لسه بتشاور ليه وبتقول له انا هنا انا كمان. فبيقعد موسانج بدون حتى ما يرد عليها، فبتغضب منه وبتقول له هاي انا هنا كمان، انت اعمى ولا ايه؟ انت شكلك كده عايز تموت النهارده. لكن موسانج بيتجاهلها تماما وهي بتلف حوالينه عشان ينتبه ليها. بعدها بيبعدها عنه وبيقول للرئيس انا شكلي كده هنا عشان اتعقب الاعداء اللي هجموا على فرع من فروعكم. فبيقول له ده اللي انت هنا عشانه، لان معظم اثارهم اختفت بسبب الامطار وبسبب انهم ماهرين في محو اثارهم. فبيقول له موسانج مش مهم، انا هعرف اجيبهم لو هم فين حتى، وحتى لو عدت ايام كتير على مغادرتهم. فبينفجر الرئيس وبيصرخ عليهم وبيقول لهم بطلوا شغل المغازله قدامي وركزوا بقى. فبتنكسف مورينج وبتتوقف، ومن قدامها موسانج بيقول ليه انت اعمى ولا ايه؟ هي اللي بتضايقني من ساعتها. ومن بعدها بترجع مورينج لطبيعتها وبتقول ليهم انا عندي خطه ذكيه جدا. وصحيح ان موسانج بارع جدا في تتبع الاثار، لكنها فكره سيئه انه يروح بتهور بمفرده، ومن الافضل اننا نجعلهم يزحفون لنا بانفسهم. بيرفع بعدها السامن ايده وبيسالها ازاي هنستدرجهم، وهل الشخص اللي هيظهر فين؟ فبتقول له شاطر، سؤالك ده غبي زي وشك. بعدها بتكمل وبتقول ليهم بما انهم ظهروا مره قبل كده فاكيد ظهروا لانهم لسه معرفوش اننا احرقنا حبوبهم المنشطه لعند دلوقتي. فبيقول ليها موسانج اذا انت عايزه تغريهم بطعم زائف، انت فعلا عبقريه. وهنا بقى بتتفاخر مورينج وبتقول اخيرا فهمت قليل من سحر الانثوي، شكلك كده هتقع في حب تاني. فبينصدم السامن بتعبيرات غريبه وبيقول بالتخاطر الذهني ايه كميه الهري اللي بتقولها دي. وطبعا مورينج بتسمع تخاطره وبتديله برجله بتخليه يجيب دم من كل حته في وشه. وفي الخارج بيكون جاسوس رئيس التحالف واللي هو اب مورينج بيتجسس عليهم، لكنه ما بيكونش سامع حاجه وبيكون على وشك انه يتحرك ويقترب اكتر منهم. لكن بعدها بتظهر بابا من وراه وبتقول له ايها الفاسد ازاي تطلع الجبل ده كله؟ مش كنت تتجسس من تحت احسن؟ انا مت من التعب لما طلعت هنا. بيحاول بعدها يروخ كلامها وانه كان تايه بما انه اول مره يجي هنا. فبتقول له ما تحورش، وبعدها بتهجم عليه بقوه كبيره لكنه بيتفاداها بسرعه. فبتجيبه من رجله وبترميه على الارض، لكنه بيفلت على اخر لحظه وبيدرك اخيرا انه بيتعامل مع شخص خطير جدا. ومن بعدها بيطلع سيفه عشان يهجم عليها هو كمان، وفعلا هما الاثنين بيهجموا على بعض بقوه ساحقه. لكن بابا بعدها بتكون اتصابت في رقبتها من الهجوم، وبتعرف بعدها ان الشخص ده بيكون من حراس الرئيس، لكن في نفس الوقت بيكون هو مصاب اكتر بكثير من بابا. واللي بعدها بيقع على الارض ومن وراه بابا غاضبه وهي بتقول له روح قول للي بعتك ان السيده مورينج بابا بتعتني بيها كويس ومفيش داعي للقلق عليها. وفي صباح اليوم التالي بتبدأ مورينج خطتها في إعداد الطعم على طول بأنه هيكون هناك 3 فرق، والفرقة الثالثة ستتبع هيونج جاي للجنوب، أما الفرقة الثانية ستتبع جيون للشرق، أما الفرقة الأولى ستذهب مع تايرو يونغ للشمال. وهنا بقى بتقع العصابة في فخ تحرك نقابة المتسولين، وبيوصل لرئيس العصابة إن في 100 متسول يحملون حقائب من فرع مقاطعة يانج تشو، ولابد إنها الحبوب المنشطة، لكنهم انقسموا ل3 مجموعات وتوجهوا اتجاهات مختلفة. وهنا بقى بنعرف ليه الطعم انقسم ل3 مجموعات وليس مجموعة لاستدراج العدو. فبيقول لهم موسانج بعدها إن لو كان الطعم واحد فقط هيشكوا فيه إنه يكون حقيقي أو لأ، لكن لو كان 3 طبعا هيشكوا في واحد منهم إنه يكون حقيقي. وبالفعل بيكون في الوقت ده رئيس الفصيل الغامض
هينفجر من الغضب بسبب خدعة ال3 مجموعات. وبعدها بيسأل عن قناع الشبح اللي هو رئيس فرع نقابة المتسولين وكمان موريوك، فبيقول للمحارب قناع الشبح لم يتحرك لعند دلوقتي، اما موريوك معاه 50 محارب من اصل 100 متسول وبيتجه بيهم للشمال، وال50 الاخرين انقسموا لمجموعتين. وهنا بقى بيشك في ان موريوك هو اللي معاه الحبوب المنشطة لانه الاكثر اثارة ما بينهم. وهنا بقى بتكمل مورينج الخطة وبتقول ليهم على الرغم من انه لا يهم استخدام المجموعات دي لو قرروا المواجهة، لأن أي مجموعة من ال3 مجموعات ديت ستتعرض للهجوم سيتركون الحقائب وراءهم ويهربون من بعدها. وهنا بقى بياتي دور موسانج في إنه يتعقبهم بتقنياته. والأهم من ده كله دلوقتي إننا هنضيف طعم أكبر بكثير من ده كله. وفي الجانب الآخر بتاتي رسالة لقائد الفصيل الغامض بأنه تلقى من الجاسوس الموجود في نقابة المتسولين بأن الحبوب المنشطة لم تتحرك، فبيضحك رئيسهم بصوت عالي جدا وبيقول دول فعلا حمقى، وبيطلب من المحارب جانج هو انه يتوقف عن ملاحقة اي مجموعة من ال3 لانهم كانوا بيستخدموا طعم مزيف لإغراءنا. بنروح بعدها للجاسوس المتنكر في زي تاجر واللي بيكون قائد فرقة العمليات السرية لعصابة المتسولين هو هاها، وهو بيستلم الطعم اللي يستدرج بيه العصابة بدون حتى ما يعرف انه طعم. وبعد فترة بيغادر مع بعض المحاربين من النقابة لكنه بياخد ترياك عشان ما يتصابش من غاز المنوم اللي هيرميه عليهم كمان شوية. وفعلا بعد شوية وفي الطريق بيرمي قنبلة الغاز وبيغمى عليهم كلهم. بيظهر بعدها المرافق جانج عشان يستلم العربة اللي المفروض مليئة بالحبوب المنشطة، واللي بعدها بيقدم المحارب جانج بيقدم للخائن كمية ضخمة من المال. وبعد ما بيمشوا بعدها بيظهر الشيخ الكبير رئيس نقابة المتسولين في المكان وبيقول له انت بقى اللي كنت بتسبب لنا كل ده، كل تلك المشاكل. بيظهر بعدها موريوك من وراه وبيقول له هو بيشتعل من الحماس انا سعيد جدا عشان شفتك دلوقتي. وكمان بيظهر موسانج مع لانيسا مورينج وبتقول له اخيرا مسكتك، كنت عارفه ان في جاسوس وفي الاخر طلع انت. فبيقول ليهم الجاسوس انتوا كنتوا عارفين ان الجاسوس من البدايه؟ فبيقول له الرئيس اكيد لا، والا كنا عملناك كفته من الاول. الشخص اللي بتتفخر بنفسها دي هي من وضعت خطه ورمت ليك الطعم وانت اللي طلعت في الشبكه وكمان في وقت قصير جدا. ومن بعدها رئيس نقابه المتسولين بيؤمر موريوك وموسانج ومورينج والمتسولين ال1000 انهم يتبعوا الفصيل الغامض. اما بالنسبه بقى للجاسوس فبما انه هو من ادخله للنقابه المتسولين فهو من سيتفاهم معاه على طريقته الخاصه. وبيقول له بعدها ما تفهمش ان بارسال المحاربين كلهم ان هعفوا عنك، لا انا فقط مش عايز اتكلم قدامهم عن ضربك لعند الموت. بنرجع بعدها لجبل مينجشان الموجود على حدود منطقتي يانج تشوا يونان ولمكان الفصيل الغامض، وعلى بوابه الدخول بيكون الحراس بيتوبوا لان محدش هيتجرأ انه يتوجه ناحيتهم في مكان زي ده. لكن لسوء حظ حارس منهم بيقع فجأة. بعدها بيروح الحارس يطمن عليه ومن وراه الحارسان الاخران بيكونوا اتصابوا هم كمان. اما اخر واحد لسوء حظ موسانج بيبقى وراه شخصيا وبيقول له ما تقلقش مش هتشعر باي الم. وهنا بيكون رئيس العصابه فرحان جدا لانهم اخيرا حصلوا على الحبوب المنشطه ودلوقتي يمكنهم مقابله السيده جاجو. لكن بعدها بيدخل الحارس وبيقول له الحبوب مزيفه ايها القائد. فبيغضب منه المرافق جانج وبيمسكه من رقبته وبيقول له انت بتقول ايه ايها المغفل. فبيكمل كلامه وبيقول له الحبوب فيها الوان ورائحه فقط لكنها مزيفه. فبينفجر قائدهم من الغضب بعد ما كان هيطير من الفرحه وبيقول لجانج ايه اللي بيحصل هنا بالضبط، اشرح لي كل اللي بيحصل. لكن للاسف ما بيلحقش يشرح حاجه وبيكون في اشخاص بتطير من جنبه وبيدخل عليه الثامن موريونج وهو بيقول ليهم لا مؤاخذه هل ده بيت الشخص اكس اللي اتى قبل قليل لزيارتنا، وقصده على المقنع اللي كان هجم عليه. فبيقول بعدها المرافق جانج لقائد العصابه بانه يهرب وهو سيتعامل مع موريونج. لكن في الوقت ده موريونج كان بيهجم عليهم وبيقول ليهم انتوا بترغوا في ايه بينكم. لكن جانج بيصده بسهوله جدا وبيضربه في بطنه وبيطيره من مكانه. لكنه بعدها بينصدم من ايده اللي بترتجف من اثر الضربه كانه ضرب حائط. بيقف بعدها موريونج تاني وهو مبتسم وبيقول اخيرا تاكدت انك المقنع. من بعدها بيهرب قائد العصابه ومن بعدها بيشوف الساحه مليانه محاربين بيدمروا بعضهم ومن وراهم بتظهر السيده مورينج وبتقدم نفسها وبتقول ليهم لسوء حظكم انا هنا ولسوء حظكم الاكبر ان موسانج معايا. بيتقدم موسانج وبيقول له أنا هسألك سؤال واحد فقط ومش هطول عليك كتير، أين جو تاي ريونج؟ لا أكثر ولا أقل. فبيرد عليه القائد وبيقول له أنت مين؟ وإيه اللي بتعمله هنا أساسا؟ لكن ده مش اللي موسانج كان عايز يسمعه منه. وفي لحظة بيبقى قدامه وبيقول له ليه لازم تلغي كتير بدون داعي. وفي اللحظة التانية بيكون طاير من قدامه من أثر ضربة موسانج ومن بعدها بيهجم الحارسان على موسانج. لكن مورينج بتوقفهم وبتقول له موسانج ما تقلقش انت وانا ههتم بيهم. وبعدها بيغادر موسانج بدون حتى ما يشكرها او يقول لها اي كلمة.
فبتصرخ عليه وبتقول له مش لازم تشكرني طبعا على مساعدتي ليك، ده انا هقتلك اما تيجي. بنروح بعدها للقائد اللي بيكون بيرتجف من قوة موسانج الغير طبيعية وبيحاول يهرب، لكن لسوء حظه تاني ان موسانج هو عدوه وبيظهر قدامه فجأة بحالته المرعبة. بنروح بعدها للشيخ وهو بيبهدل في الجاسوس اللي بيكون بيمثل انه مش قادر يتحرك، لكن بعدها بيقول له قوم ما تمثلش، انا ما ضربتكش بقوة لعند دلوقتي. فبيبتسم وبيقول له من الافضل ليك انك تتركني وتتجه ناحية سرية الفصيل الغامض وبسرعة كبيرة، ده لو حابب انك تنقذ اتباعك من الوحش القادم ليهم. شخص بمهارات فائقة بيساعد الفصيل الغامض متوجه ليهم الان. بنروح بعدها للوحش اللي وصل مكان موسانج واللي بيكون القائد الثالث لجماعة الدم الحديدية وزعيم العملية الحربية سين ماجون. بنرجع بعدها للجاسوس وهو بيقول للشيخ ان الشخص ده لا يمكن مقارنته بالحكماء الا انه فائق المهارة واحتل مكانة عالية في عالم الفنون القتالية من 20 سنة. لا وكمان رئيس عصابة الفصيل الغامض يونج جو نفسه سيد متفوق في الفنون القتالية، وليس هو فقط بل الحراس اللي حوالينه حراس قتل فائقون القدرات، والاكبر هنا هي هوية القتلى دول ويطلق عليهم هاكو بلود الاصل وليس المنتج المقلد منهم. وبعدها بيقول للرئيس ايه رأيك بقى، من الافضل ليك انك تذهب لهم بسرعه وتنقذهم. لكن بعدها بيقول له الرئيس وايه يعني من اللي انت قلت ده كله، ومن الافضل ليك انك تستعد كويس وتهتم لنفسك فقط. ومن بعدها بياخده بيلزقه في الارض وبيقول له بعدها الاشخاص اللي انت بتستضعفهم دولهم وحوش بشريه وحالك مثل حال الباقي، بتعتقد انهم ولدوا بجسد قوي فقط وبدون قدرات حتى، لكن في الحقيقه هذا الشخص ذكي جدا ولديه تقدير سريع للمعارك ومهاره كبيره في الحسابات، ولديه ذكاء فائق وجسد موهوب بالإضافة لغرائزه الحيوانية. بمعنى أوضح إن هذا الشخص لديه كل شيء ليقضي على خصمه بسهولة. أما بقى بالنسبة للسيف اللهبي ويقصد به مورنج، فهي ليست سوى إلا سلاح بشري مصمم لإنهاء خصومه بضربة واحدة فقط، لأنها تم تطبيق عليها مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية وتدريبها بقسوة للحصول على تحسين مذهل، بمعنى إنها تجسيد للا شيء. وإذا قارنت بي وبقدراتي الداخلية فهي مقاربة جدا مني، لكن في الواقع هم مش وحشين فقط بل هناك وحش مجنون آخر بيمتلك قوة خارجية عن المواصفات. بنروح بعدها لموسانج وهو بيقول لسين ماجون كده بقى عرفت ليه كانت قاعة العنف والتخريب بتتحدى إرادة الحاكم، انت بقى من وراء كل ده. فبيضحك بعدها وبيغضب سين ماجون وبيستخدم قوته المرعبة وبيقول بعدها لموسانج وهو بيهجم عليه أيها الصبي، معرفتك الكبيرة دي هتكون لعنة عليك لأنك هتكون مستهدف دائما. وبعدها بيهجم على موسانج، لكن موسانج ما بيتحركش من مكانه وبيطلع سيفه وبضربة واحدة بيخفي هجومه نهائيا. وبعدها بينظر ليه بنظرة مرعبة وبيقول له أنا مش صبي أيها العجوز الخرف. ومن بعدها موسانج بيرد له الهجمة بهجمة أقوى بكثير بيحاول يراوغها لكنه بيتصاب منها في النهاية. بيبص بنظرة مرعبة لموسانج وبيقول له انت فعلا صبي وقح. فبيقول له موسانج انا مش مهتم بيك، انا ماليش اي اهتمام بيك. وبعدها بيختفي من قدامه وبيظهر قدام قائد العصابة وبيقول له انا مش مهتم غير بالراجل ده فقط، ودلوقتي قول لي مكان تاير يونج فين. بيغضب بعدها سين ماجوي من تجاهل موسانج ليه واعطائه ظهره ليه، وبعدها بيهجم عليه لكن موسانج بيلف وبيصد هجومه بسهولة. ومن بعدها بيهجم عليه سين ماجوي بهجوم شرس جدا وموسانج واقف ما بيتحركش وبيقول له انت ضعيف جدا. وفي لحظة بيقطع هجومه وبيهجم عليه لكن بيتفاداها سين على آخر لحظة، ولحسن حظ غطاء راسه فقط هو اللي اتصاب واتقطع نصين. بيغضب بعدها أكتر وأكتر وبيقول له موسانج ايها الجرو الصغير ازاي تتجرأ وتعمل كده. فبيهديه قائد اللصوص من وراه وبيقول له مش ده الشخص اللي يمكنك التعامل معاه لوحدك، لازم نتعاون لو كنا عايزين نقضي عليه. بعدها بنروح لمورنج اللي قضت على الحارسين بل محتهم من الوجود نهائيا. بيظهر بعدها موري يونج من وراها وبيسألها هو النابض الهائج فين، قصده بقى هنا على موسانج. ما ترسلكم على اسم بقى كل يوم اسم شكل. المهم نرجع لموضوعنا. فبتقول له بعدها راح ورا قائد اللصوص عشان يلعب معاه شويه ويساله عن اخيه تاير يونج، لكن فجاه من وراها بتتفاجئ بكميه طاقه مذهله بسبب هجوم من موسانج. بنروح بعدها للمعركه بين موسانج والعجوز الثنائي. في الوقت ده موسانج تحس انه كان بيلعب معاهم مش اكتر وبيصد هجومهم كانه لا شيء وبكل سهوله، وهما مندهشين ازاي بيعمل كده، احنا اتنين وهو واحد وبيعمل فينا كده كانه جدار عالي جدا لا يمكنهم الوصول ليه. لكن بعدها بيبدا الجد. بيختفي موسانج وبيظهر ورا سينما وبيقول له هل ممكن انك تلزعيم من جماعة الولاء، وبيهجم عليه بهجوم بيحاول سينما يصده بسيفه، لكن للأسف لا هو ولا سيفه يقدر ينجو من هذا الهجوم. بيترعب قائد اللصوص وبيقول في نفسه أنا مش مصدق الوقت ده كله كان بيلعب معانا فقط. هزم القائد بسهولة جدا وبهذا الشكل. الشخص ده وحش حقيقي. بيقترب منه موسانج وبيسأله نفس السؤال لكن المرة دي للمرة الأخيرة
وبيمسكه من رقبته وبيرفعه فوق وبيقول له فين مكان تايرو يونغ وما تخلينيش اكرر سؤالي مره تانية. فبيقول له والله ما اعرف مين اساسا تايرو يونغ ده. فبيقول له بعدها موسانج شخص كان بيعمل كحامل امتعه ليكم. فبيقول له ازاي هقدر اتذكر كل واحد بيعمل كحامل عندي. فبيظهر ليه موسانج وجهه المرعب وبيقول له مش مشكله، شكلك مش عايز تجاوب على سؤالي وانا عندي الدواء لاستعاده الذاكره. وبعدها بيدور فيه الضرب وفي الوقت ده بيكون قائد اللصوص مش قادر يتحمل الضرب وبيقول في نفسه لازم استعيد الذاكره بسرعه. وفعلا بيتذكره اخيرا وبيتذكر بان هو الشخص اللي كان بيتباهى بعباراته المتعجرفة. بعدها بيتكلم أخيرا لكن بيكون وشه ورم من كتر الضرب، ولما بيتكلم موسانج ما بيفهمش منه حاجة. فبيقول له موسانج بعدها انت بتقول ايه؟ انت شكلك كده بتتظاهر انك أبكم ومش هتنطق. بعدها بيغضب منه أكتر وبيقول له أنا بقى خليك تتكلم كويس لكن اللي جاي هيكون مؤلم شوية عليك. وفعلا أول ما بيشوف السهم متجه ليه في لحظة واحدة لسانه بيتحول 360 درجة وبينطق لكن عن طريق التخاطر الذهني. وبيقول اخوك في قلعة الدم السوداء كان محتجز هناك، ولما الزعيمة جاجو حضرت بالصدفة تدريب قلعة الدم السوداء ورأته يقتل الكثير من المحاربين قررت انها تدربه كقاطع ذو حدين ليصبح حاميهم وحمى افكارهم. وهنا بقى بيتذكر كل ذكرياته مع اخيه تايرو يونغ في الاكاديمية. انا عايز اكون زيك لما اكبر يا اخي الكبير، هقول لك سر اوعى تقوله لحد، دروسك اسهل في الفهم من دروس ابي، انت دلوقتي في ورطه يا اخي الكبير لان العنصر ده اكثر العناصر قيمه لابي. وحتى ان موسانج بيتذكر نظرته ليه وقت عثور عليه. بنرجع للواقع لموسانج وهو فرحان لانه اطمن اخيرا على اخيه وانه بخير، وبيضحك وبيسال بعدها قائد اللصوص هل فعلا تايرو يونغ على قيد الحياه؟ فبيقول له بعدها انا متاكد انه على قيد الحياه. ومن وراه بيكون سين مفاق وبيظهر طاقته المظلمه والحقيقيه لموسانج وبيقول بعدها لموسانج انت هتموت هنا ودلوقتي حالا. فبيفرح قائد اللصوص وبيقول في نفسه قشطه القائد استيقظ لسه في فرصه اننا نهرب. بيغضب بعدها سينما جدا وبيظهر هالته اكتر واكتر وبيهجم على موسانج بصاعقه التنين النهائيه. استنوا يا جماعه انا ايه ذنبي في الموضوع ده؟ وهنا بقى بيظهر موسانج وبيقول له سينما انا فاكر كويس ان حذرتك قبل كده. وبعدها بيطلع سيفه وبيصد هجومه وبيجرحه في نفس الوقت. وقائد اللصوص في الوقت ده مش مصدق نفسه ومش عارف هل يفرح لانه نجا ولا يحزن لانه لسه مع الوحش موسانج. بيقترب موسانج من سينما وبيقول له انا اعطيتك 3 فرص وتحذير وفوق كل ده انا مش في مزاج جاي دلوقتي، وعشان كده قول لي بقى ايه اللي يمنعني من اني اقتلك هنا ويخليني اسيبك تعيش. بتظهر بعدها الشخصيه دي اللي مش فاكر اسمها بصراحه وبتقول له موسانج انا محتاجه الخاين ده عشان اقبض على باقي الخونه مثله في كتيبه الدم الحديديه. فبيغضب موسانج وبيقول بعدها شكل كده مش هقتله هو لوحده، شكل كده هقتل كل الموجود هنا. فبتقول له مفيش داعي لكده، انا هنا فقط للقبض عليه وانت عارف كويس لو حصل لي حاجه هنا ستندلع حرب هنا في غانسو وانت شخص بيقدر حياه اخوته من الاكاديميه. بتقترب منه وبتقول له لكن لو كنت تعتقد انك هتقدر تعمل معايا كده فاتفضل انا قدامك اهو. فبيقول ليها مش كافي لانه كل اللي قلتيه اللي عندي دلوقتي من خيارات لبقائك فقط على قيد الحياه، اما هذا العدو سينما لم تقدمي ليه سبب وجيه لابقائه على قيد الحياه. فبتقول له ممتاز جدا، قول لي بقى انت عايز ايه دلوقتي؟ فبيقول ليها تقسمي ليا دلوقتي بعدم الحاق بيه ضرر او باي شخص اخر من الاكاديميه بعد هذا الحادث، والامر بينطبق على هذا الرجل وعلى رجالك كمان، ولو اقسمت ليا دلوقتي هسلمه ليكي. بتقترب منه بعدها وبتقسم ليه بكتيبه الدم الحديديه بانهم مش هيقتربوا منه ولا من عائلته. وبعدها بتعطيك قلاده كتيبه الدم الحديديه وبتقول له بعدها طول ما هي معاك محدش هيقدر يلمسك. وبعدها بتقول له هل ده مرضي بالنسبه ليك ولا في حاجه تانية؟ فبيقول لها بعدها لا ده كده كافي بالنسبه ليا وهثق في قسمك، لكن لو حصل العكس هتكوني اول واحده ابحث عنها. وبعدها بياخد الوقت المسكين قائد اللصوص وبيغادر. بيرجع تاني لموريوك والانسه الشابه مورينج، لكن موريوك بيستغرب من الوقت اللي قضاه في القبض على الشخص ده وشكله كده اقوى مما كنا نعتقد. فبيقول له كان في شخص اخر مختبئ هناك وهو اللي اخرني كده. وبعدها بيرمي قائد اللصوص على الارض ووشه كله وارم من الضرب. وبعدها بيقول ليهم انا ما ضربتوش قوي عشان ما يموتش، لكن صحابنا دول مش مصدقين بسبب المنظر اللي قدامهم. وبيقول له بعدها موريوك انت متاكد ان هو ماتش؟ بعدها بتساله مورين عن اي معلومات قدر يعرفها عن اخيه المفقود. فبيحزن موسانج بعدها لانه لعند دلوقتي ما قدرش يعرف انه لسه على قيد الحياه فقط، اما مكانه بقى فما قدرش يعرفه. وهنا بيفرح موريوك ومورينج بالخبر، لكن مورينج بتفرح اكتر شويه
وبتصدق وبتستغل أي فرصة للتقرب من موسانج. لكن الحال في لحظات بيتغير. بتقف مورينج بعدها فجأة لأنها شمت رائحة عطر على ملابس موسانج، وتقريبا كده رائحة نسائية. وهنا بينصعق موسانج من الرعب، وبسرعة تذكر إن بنت رئيس كتيبة الدم الحديدية قربت منه بعد القتال، وأكيد هي سبب هذه الرائحة. وفي لحظة واحدة بيختفي موسانج من قدام مورينج وبيجري على موريوك لدرجة إنه اترعب منه وما يقدرش حتى يتفاداه. وده كله لأن موسانج محتاج منه عناق، بس مش عشان هو حابب كده أو وحش ومن زمان ما شافوش، لا ده عشان يزيل رائحة العطر اللي على الملابس بتاعته. وفعلا بتنجح الخطة، ومورينج بتنسى كل حاجة وبتنصدم من المنظر المقرف واللي موسانج بيعمله قدامها. وبعد مدة بيهدى موسانج وبيقول ليهم في مشكلة أكبر بخصوص أخي، واللي هي إنه تم اختطافه كدرع بشري من قبل قبيلة الدم المظلم. فبتنصدم مورينج بعدها لأن قبيلة الدم المظلم ده بتنتمي لاتحاد الشياطين، وأساسا اتحاد الشياطين تم تفكيكه من زمان. وهنا بيظهر شبح الغيمة الشبحية زعيم نقابة المتسولين عشان يقول لهم عن الحقيقة. لكن الأول لازم ننظف المكان هنا ونعود لقاعدتنا. وفي نقابة المتسولين بيقول ليهم زعيم النقابة إن قبيلة الدم المظلم دي لا تنتمي أساسا ولا حتى تم إنشائها بواسطة اتحاد الشياطين، لأن أول آثار ليها تعود إلى أكثر من 200 عام. وخلال تلك الفترة توفي عدد كبير جدا من خبراء اتحاد المرم في ظروف غامضة ومحدش عارف سبب موتهم، لكن المؤكد إنه كان بسبب اتحاد الشياطين. ومحدش يعرف لعند دلوقتي إزاي تمكن اتحاد الشياطين من السيطرة على هذه القبائل أو حتى إدارتها. لكن قبيلة الدم المظلم كانت موجودة منذ فترة طويلة حتى قبل وجود اتحاد الشياطين، وحتى يمكن كمان ان اسمها مش قبيلة الدم المظلم كمان زي ما احنا عارفين، ويمكن يكون اسم مستعار ليها. فبيقول له موسانج بعدها بما انهم موجودين من زمان كده وكمان موجودين في اتحاد المرم، ليه الاتحاد ما اخدش خطوة للقضاء عليهم او حتى يتخذ اي اجراءات ضدهم؟ فبيقول له لانهم اساسا مش موجودين في المرم بل موجودين في العالم السفلي، وده مكان مش موجود غير في الحكايات فقط. وبالنسبة لمورينج فالعالم السفلي ده ما كانتش تعرف عنه غير في الحكايات فقط بتاعت باباه لما كانت بتحكي لها عنه، وده مكان بيجتمع فيه جميع انواع الاشخاص الاشرار من جميع انحاء العالم، ولا يوجد فيه شيء لا يمكن شراؤه بالمال. لكن على عكس مورينج، موسانج وقتها كان مصدق انه مكان موجود فعلا، لان الراجل اللي قبله موسانج من قبل والمعروف بملك الحدادة كان اخبره عن المكان ده من قبل. وبما ان الشخص اللي اخبره عن المعلومات دي هو ملك الحدادة نفسه، فاكيد المعلومات دي صحيحة، لان على الرغم من ان ملك الحدادة ده غريب الاطوار لكن مهارته هي الافضل في المنطقة بالكامل. وفي ايامه كان يمكن انشاء حدادة وجني الذهب بكل بساطة من العالم السفلي ده، لكنه قرر بعدها البقاء في المرم وعزله نفسه تماما هناك. بعدها بيقرر موسانج انه يدخل العالم ده ويسأل قائد النقابة عن مكان وجوده، لكن قناع الشبح بيقول له انا عارف انك قوي لكن المكان ده خطير جدا وحتى اخطر مما نتخيله، لان في بداية العالم ده الامبراطور تشيني هوانج حبس محاربي المرم اللي فشلوا في اغتياله، وبعدها اصبح المكان ده كسجن. لكن بعد وفاة الامبراطور فقد المكان ده وظيفته كسجن، ومع تزايد عدد المجرمين هناك والمسؤولين الفاسدين اصبح المكان ده عبارة عن عالم للفاسدين والقتلة والمجرمين. وبالنسبة لقبيلة الدم المظلم مش هي من تحكم هذا العالم، بل قلعة الجحيم هي الحكام الفعليون للعالم السفلي. بنروح بعدها لاتحاد المرم ولزعيم اتحاد المرم نفسه، وهو بيكلم حفيده اللي بيطلب منه ان ياخد منصب في اتحاد المرم بعد ما كان ممتنع نهائيا عن عدم قبول اي طلبات من اتحاد المرم نهائيا، ولكن دلوقتي بيطلب منصب فيه. والسبب الحقيقي ورا ده لانه ادرك فجأة ان في رغبة شخصية عظيمة داخله لا يمكن فعل اي شيء فيها، وهو مش هيقدر يحقق رغباته دي طول ما هو واقف مكتوف الايدي وما بيعملش اي حاجة. وفعلا بيقبل جده اللي هو زعيم تحالف المرم طلبه وبيسأله عن اي منصب هو عايزه، فبيقول له عن المنصب الخالي منذ زمن وهو المكتب المساعد لرؤساء الدوريات بالكامل في الشمال والجنوب والشرق والغرب، وده منصب رئيس الدوريات المركزية، وده طبعا عشان يكون بجانب رئيسة الدوريات في المنطقة الغربية اللي هي الانسة مورينج. بنرجع تاني لقائد نقابة المتسولين وكلامه عن العالم السفلي، وبيقول ليهم ان قلعة الجحيم جنبا لجنب مع الطائفة الشيطانية وكمان الطائفة النارية يمثلون قوة مخيفة تثير مخاوف الجميع، ومع ذلك كلهم لم يكشفوا عن انفسهم ابدا، على عكس الطائفة النارية هي الوحيدة اللي كشفت عن نفسهم للاعتقاد ان قلعة الجحيم هي حاكمة العالم السفلي. وهنا بيقاطع موريوك وبيسأله سؤال غريب جدا ويا ريته ما سأله، بيقول له هو انا احسن في المظهر ولا رقم 100 موسانج؟ فبيقول
له اكيد موسانج يعني افضل منك بمليار مره، لكن ليه بتسال السؤال ده؟ فبيقول له لان بسبب كبر سنك ده بدات تتخرف. لكن موريوك ما بيكملش كلامه وبنلاقيه طار من قدامه وبيقف العجوز وبيقول له انا فعلا كبرت في السن لدرجه ان نسيت ان اضربك كفايه. لكن موريوك بيقول له استهدى بالله يا عم، بس انا مش قصدي كده، انا قصدي ان كلامك عن العالم السفلي ممكن يكون صحيح، لكن قلعه الجحيم بصراحه انت بتعرف اي حاجه ومش مصدقك في اي كلمه قلتها عنها. لكن موسانج بيكمل له وبيقول له في اشخاص بيقولوا ان قلعه الجحيم ستحكم العالم، ولو العالم السفلي موجود فعلا وتمت مقارنته مع العالم بتاعنا فسيكون كلام العجوز ده منطقي فعلا. وهنا العجوز بيدور فيه الضرب تاني وبيقول له سمع كلام الناس العاقله. وبعد ما بيخلص طحن فيه بيسال موسانج تاني عن رايه بعد ما عرف مدى خطوره العالم السفلي، هل لسه عند رايه وهو عنده لسه رغبه للذهاب للعالم السفلي ام غير رايه، وكمان حتى لو كان انت فانت ممكن تموت هناك، وكمان مفيش ضمان ان اخيك موجود هناك كمان. فبيقول له موسانج بعدها مش مهم، وحقيقه انك قلت لي كل ده فده معناه انك عايزني اساسا اذهب لهناك، وفعلا ده كان نيه العجوز من الاول. وبيقول بعدها لموسانج انت فعلا شخص ذكي، وبما انك فهمتني فانا هرسل ليك شخص بالمكان فور الانتهاء من الاستعداد. بنروح بعدها لموسانج في أكاديمية نمر التنين القتالية، ولكن موسانج هنا بيكون متوتر جدا لأنه العان دلوقتي ما يعرفش هي مورينج بتعمل إيه هنا، والعان دلوقتي ما يعرفش إنها انتقلت لرئيسة الدوريات الغربية. والأكتر من كده مورينج بتطلب من رئيس الأكاديمية مكان قريب من هنا عشان تنشئ فيه مكتب ليها. لا ومش كده وبس، وحتى المعلم بيطلب من موسانج نفسه إن يلاقي الموقع الخالي ده بنفسه. وعلى الرغم من إن موسانج متوتر ومش عايز يعمل أي حاجة تقربه من مورينج أكتر، لأن اللي بيطلب منه حاليا هو اكتر شخص بيحترمه وعشان كده ما يقدرش يرفض طلبه. لكن هنا بتتدخل باباه وبتقول له مورينج هو مش في مكتب فعلا تم بناؤه على حدود بين سيشوان وغانسو، لكن ليه عايزه تعمله كمان واحد هنا؟ بينتهز موسانج الفرصه بعدها وبيقول كلام بابا صحيح ومظبوط كمان، وهيكون من غير المنطقي انك تنقلي مكتبك لهنا، وكمان سيتم اهدار الكثير من الاموال المرب. فبتقول له لو كان عشان المال فانا غنيه كفايه لعمل المكتب على حساب الشخصي، ولو كنت بتسال عن السبب فاكيد هناك سبب، وده لان انا حاليا في منتصف بعض المهام السريه مع نقابه المتسولين، وسبحان الله نقابه المتسولين موجوده هنا. فبيغضب اكتر وبيسالها عن المهام الحاليه ليها لان المكتب ده سيستغرق حوالي شهر ليكتمل. فبتقول له ده ممتاز قوي كده لان عندي مهمه تسلل قريبا للعالم السفلي. وهنا بينصدم موسانج لانه كان ناوي يروح لوحده، وبسبب اللي سمعه عن العالم السفلي ده ممكن تموت لو راحت معاه، لكن مورينج هنا بتكون مصممه انها تروح معاه. بنروح بعدها للعالم السفلي وقائد العالم ده بيسأل زعيم قبيلة الدم المظلم عن الخسائر اللي حصلت ليه لأنه سمع إنه فقد الكثير من جنود قبيلة الدم المسلم في غانسو. فبيقول له بعدها الخسائر كلها كانت 20 شخص من الفصيل الغامض، لكنهم كلهم كانوا محاربين من الدرجة الثالثة. لكن الخسارة الكبيرة هنا هي توأم القتلة الليليين، وبسبب إن الخسارة دي ما حصلتش منذ انتهاء حرب الشر الكبرى بيعتذر من القائد عن كل الخسارة دي. بعدها بيسألوا واحد من القادة بتوعه عن قتل القناع الشبحي رئيس نقابة المتسولين وكمان موريوك بما إنهم السبب في الخسارة دي. فبيقول له لا مش دلوقتي، لأننا لو واجهناهم هنخسر أكتر ومش هيكون عندنا قوة للعمل وقبول مهمات، وكمان الطلب اللي حصلنا عليه هذه المرة هي الحراسة، وعشان كده سنزيد قوة جيشنا مؤقتا. بعدها بتوصل ليهم مهمة جديدة من زعيم قلعة الجحيم نفسها، والمهمة هي البحث عن الشخص اللي قتل إمبراطور كف الدم الطاغية والقضاء عليه لو قدروا. وهنا بيجتمع موسانج باخواته عشان يعطيهم تقنيات جديدة كانت موجودة من قبل في الأكاديمية، لكنه بنفسه طورها بعد ما أخذ الإذن من معلمه. لكن التدريبات دي بتكون صعبة بل شبه مستحيلة بالنسبة لإخواته. فبيقول لهم موسانج بعدها لو كانت التدريبات دي صعبة عليكم فأنا عندي طريقة تانية اخترعتها. بتفرح بعدها إخواته لأن التدريبات دي صعبة جدا، لكن اللي ما كانوش يعرفوه إن موسانج كان محضر ليهم 20 جولة من المعارك اليدوية ضده شخصيا وكل يوم. وهنا بيتراجع الإخوة وكأنهم ما سمعوش ولا قالوا أي حاجة. وكمان موسانج بيحفزهم أكتر وبيقول ليهم لو تعلمتم التقنيات دي هتوصلوا لمستوى فنان قتال من الدرجة الأولى. ومش كده وبس، ده لو خصومكم من نفس مستواكم ولا يتقن أي تقنية استثنائية فلن يفوز عليكم بسهولة. لكن بما إنكم مش عايزين التقنيات دي فأنا هاخد الكتاب. وهنا بتتغير ملامح الأخوة وبيقولوا له ابعد يا بابا من هنا، مين ده اللي مش عايز الكتب؟ وحتى لو كنت الأكبر سنا هنا فمالكش الحق إنك تعطينا حاجة وتاخدها ثاني. وهنا تكون نجحت خطة موسانج في جعل إخوته أقوياء. وفجأة بيخبط باب الأكاديمية بقوة فبيطلع عليه موسانج وبيقول له إيه يا عم الغباوة دي، مش تخبط بالراحة؟ لكن في النهاية بيطلع شخص من معارف موسانج
وهو قائد القاعة الخارجية من قصر المطلق هانج تشي يرحمكم الله. لكن حتى لو كان من أحد معارفه فده ما يدلوش الحق إنه يجي في وقت زي ده. لكن هنا بيدخل مغفل تاني وبيشتم موسانج لأنه عايز منه ينتظر هنا لما رئيس الأكاديمية يستيقظ، وده سيد القصر المطلق أونج تشانج. لكن موسانج لعند دلوقتي بيتكلمه باحترام وبيقول له ممكن تكون دي أكاديمية صغيرة لكن صاحب المكان ده هو رئيس ومش مضطر إنه يستيقظ ويقابل شخص زيك جاي من غير ميعاد. وهنا بينصدم سيد القصر وحتى معارف موسانج، وبعدها معارف موسانج ده بيشتمه هو كمان وبيقول له انت عارف انت بتكلم مين؟ فبيقول له هعرف منين يا مغفل انت التاني، وهو حتى غضب عليا قبل ما يعرف بنفسه. وهنا بيدخل تقريبا شخص عاقل ما بينهم وبيقول له موسانج انت عندك حق، وده سياف تابع للاتحاد المرم جين بيو. فبياخدهم موسانج لغرفة الانتظار، وبعد فترة بيستيقظ الرئيس اخيرا عشان يقابلهم، ولما بيعرف ان موسانج رحب بيهم بطريقته بيطلب منه انه يغادر الوقت عشان يخلص الاعمال اللي وراه. بعدها بيطلب منه السياف جين ان الاتحاد المرم طلب بناء فرع في منطقة محايدة في غانسو، وتصادف ان اكاديمية النمر التنين القتالية الخاص بيه موجود في المنطقة دي، وعشان كده هم هنا. بعدها بيدخل المغفل التاني وبيطلب من الرئيس مساعدته بما ان الاكاديميه تابعه للاتحاد المرم، فبيقبل الرئيس على طول. لكن ايه المساعده دي؟ فبيقول له المغفل الاول اننا محتاجين 10 عملات ذهبيه كل شهر. وهنا بتدخل مورينج عليهم القاعه فبينزل المغفل الاول من جمالها، وقبل حتى ما الرئيس يقدمها ليهم بيقوم المغفل ويستعرض جماله قدامها وبيعرفها هو مين. وبعد ما كان عايز 10 عملات ذهبيه هو اللي هيتبرع ب15 عملة ذهبية للأكاديمية. لكن مورينج بتوقفه وبتقول له أنا عرفت قد إيه القصر المطلق خالي من المبادئ. وهنا بيتدخل المغفل التاني وبيقول ليها شكلك كده مش عارفة احنا مين ومش خايفة من العواقب اللي هتواجهيها. لكن هنا بيوقفوا السياف العظيم قبل ما يتم قطع لسانه وبيقول له انتبه لكلامك اللي بيخرج منك كويس لأن اللي قدامك دي رئيسة الدوريات الغربية. وهنا بيتجمدوا مكانهم من هول الصدمة وبينزلوا يتأسفوا منها وبيقولوا لها فبتقول له بيبي يا عم انت هتعمل لي فيها عربيه، يلا خد المغفل التاني ده معاك واطلع من القاعه. وطبعا بعد ما تتاسف من رئيس الاكاديميه، وهنا بيكون غاضب جدا لدرجه ان الشجره اللي بيطلع غضبه فيها دي ما كانتش مكفياه، وبسبب الاعتذار المهين بالنسبه ليه من رئيس الاكاديميه. وحتى السياف العظيم جين تخلى عنه في الموقف ده، وكمان المغفل التاني صاحبه اللي كان امين اسراره تخلى عنه في ثانيه واحده ومن اول قلم، ودلوقتي محتاج شخص يطلع عليه الغضب ده كله. وهنا لسوء حظه المنيل ما بيلاقيش غير موسانج قدامه، فبيستغل الفرصه وبينادى عليه عشان يضربه. فبيقول له موسانج انا؟ فبيقول له ايوه انت، هو في حد غيرك هنا؟ وبعدين لازم تجيلي على طول لما نادى عليك بدل ما تتذاكى. فبيقرب منه موسانج بعدها بهالته الضخمه، فبيترعب منه وبيهرب في لحظات وبيقول له انت بتعمل ايه؟ مش تتعلم انك ما تقتحمش مساحه الناس الشخصيه كده؟ فبيقول له موسانج هو انت احول ولا ايه؟ مش انت اللي قلت لي تعالى؟ وبعدين انت لو فنان قتالي فاكيد هتكون قادر انك تدافع عن مساحتك الشخصيه. وهنا بيغضب اكتر واكتر وبيهجم على موسانج بكل قوته. وهنا بيعرف السياف جين السيدة الشابة مورينج ان المبنى الجديد الذي سيقام هنا هو لرئيس الدوريات المركزية المعين حديثا، وشكله كده قوي جدا. فبتنصدم مورينج لما بتعرف ان المنصب ده في حد اخده وكمان ما عندهاش علم بيه، ولكنها بتهدى تاني بعد ما تعرف ان الشخص ده هو تاي هيونج وون، الشخص الكسول اللي ملهوش اي عمل نهائيا. لكنها فجأة بتتوقف على صوت صريخ في الخارج، وطبعا الصوت ده طالع من الرئيس الشاب للقصر المطلق. لكن موسانج ما مسكوش كده غير لما تطول على رئيس الدوريات الغربيه مورينج. ولكن لعند دلوقتي المغفل لسه بيتكبر بمنصبه وبيقول له موسانج انت عارف انت ممكن يحصل لك ايه؟ فبيقول له موسانج والله شكل كده انا اللي هكسر لك ايدك دي ومش هتعرف تستخدمها تاني. وهنا بيجي المغفل التاني ولما بيشوف سيده مرمي على الارض بيجمع قوته عشان يضرب موسانج، لكن موسانج بيصده باصبعين فقط وبيضربه ضربه خفيفه بيطيره من قدامه. وبعد لما بيسيب دراع الشاب الطفل بيرجع تاني لاصله وبيقول لموسانج بعدها لازم تعتذر لانك اهنتني. ومن بعدها بيهدد رئيس الاكاديميه بانه سيمحيه من غانسو وكمان سيمنع فتح مؤسسه التجاره التي وعدوا الاكاديميه بها. وهنا بتتدخل مورينج لان المؤسسه التجاريه دي كانت وعده من استيراد مع الاكاديميه، وبعد ما تم انتهاء العمل معهم القصر المطلق لم ينفذ وعده لعند الان، ودلوقتي بتقول ستمنع هذا الوعد بإنشاء المؤسسة. بتنفجر مورينج من الغضب بعدها عليهم بسبب وعودهم الكذابة، وبعدها بتأمرهم بأنهم يغادروا من هنا ولو شافتهم مرة تانية ستعتبرهم احتكار ليها. وفي اليوم التالي بيأتي هيونج سيول
برسالة من القناع الشبحي، وهي عن اكتمال الاستعدادات للذهاب للعالم السفلي والمقابلة في 3 صباحا. بيخرج موسانج بعدها هو ومورينج لوحدهم، لأنها سابت باباه في الأكاديمية وما قالتش ليها حتى إنهم رايحين في مكان ما. لكن بعدها بيتقبل موسانج الأمر الواقع وبيجري بسرعة أكبر. بتجري وراه مورينج عشان تلحقه، وهي مبسوطة جدا لأنهم مسافرين مع بعض لأول مرة من زمن طويل. لكن بعد شوية بتكون هتموت من التعب وبتتحول لزومبي من أثر التعب. تكون في الوقت ده مش قادرة تدوس على رجليها لأنهم بقالهم 6 ساعات بدون توقف. أما بقى بالنسبة لموسانج اللي معاها ده، فمش عارفة الشخص ده هل بشري عادي أم وحش. وبعد شوية بيوصلوا لمكان وجهتهم، ولما بيوصلوا بيطلب موسانج من رجل هناك انه يوصلهم لمكان معروف بالمكان الذي يصل اليه افضل ضوء شمس في يوم ممطر. لكن مورينج بتطلب منه شويه ميه قبل ما تموت منه، وتقريبا كده الميه بتكون قطعه لان الراجل بيسيبهم وبياخدهم للمكان اللي طلبه موسانج. وبعد شويه لما بيوصلوا للمكان بيرموا موسانج بوشاح ذهبي من الغرفه، وده بناء على تعليمات القناع الشبحي زعيم نقابه المتسولين. لكن هنا مورينج بتستغل وقت جلوسهم فاضيين وبتسال موسانج عن العامين اللي اختفى فيهم موسانج بعد الحرب الكبرى، لانها كانت عارفه انه كان ماهر وقوي جدا وقتها، لكن مش بنفس مستواه المرعب الحالي. فبيقول لها موسانج بعدها انه في الوقت ده لما كان بيواجه امبراطور كف الدم الطاغيه، راى رؤيه فيها شخص بيقول له انه حصل على كل قوته وكل ما يملك، لانه قريبا بذور الشر ستظهر لاثاره ضجه كبيره في العالم وانت الوحيد القادر على ايقافها. ومن بعدها ظهر مشهد مروع قدامه، وهو عالم مليء بالخراب في كل مكان وكل شيء فيه عباره عن حريق. وفجأة بيظهر ثعبان من السماء أطول من 1000 متر، وفي النهاية تحول كل حاجة لرماد ولم يتبقى أي شيء في العالم. ووقتها اضطريت إن أبقى في العالم ده حتى أصبح الوعاء. لكن بعد ده كله مورينج بتمسكه وبتقول له أنت مفكرني مغفلة ولا إيه؟ وهصدق اللي أنت بتقوله ده؟ وبعد ما بتهدى وبتقول له مش عايز أعرف منك بما إنك مش عايز تقول لي. لكن في الحقيقة إن موسانج كان بيقول ليها الحقيقة، وفعلا الثعبان الضخم ده موسانج شافه وشاف مدى وحشية الحرب القادمة والمسؤولية اللي هتكون عليه وقتها. بعدها بيظهر رجل اعمى في الغرفه وبيطلب من موسانج انه يعطيه الحرير عشان يتفحصه، ومن بعدها بياخدهم لمكان تشونج هيونج سو. ولما بيدخلوا عليه بيتفاجئوا جدا منه، مش من قوته بل من رجله المقطوعه. وبعدها موسانج بيقول له على طلبهم وهو مساعدتهم للذهاب للعالم السفلي. لكن العجوز مش مصدقه ومفكره انه بيهزر معاه، فبيقول له موسانج انت شايفني بهزر قدامك؟ فبيهدى العجوز وبيقول له بما انك هنا عايز طلب فلازم تنفذ لي طلب الاول، والطلب ده هو انك تروح عند غابه الخيرزان اللي بتبعد من هنا 10 أميال، وهناك صخرة ضخمة بطول 3 طوابق تقريبا موجود حقيبة أسفلها. الحقيبة دي لازم تحضرها ليا. بتستعد مورينج بعدها عشان تكسر الصخرة بإيدها فقط، لكن فجأة من وراها بيظهر رمح بيقدر موسانج يصده على آخر لحظة، وبعدها بيوجه الرمح ده ناحية الاتجاه اللي جاي منه. بيظهر بعدها صاحب الرمح ده وهو سعيد لأنه لقى أشخاص أقوياء، لكن للأسف ما بيقدرش يفرح أكتر من كده، وبيكون انتهى أمره في لمح البصر من موسانج. وده لان موسانج ما عندوش وقت يسمعه ولا حتى وقت يضيعه معاه. وهنا بتستعد شريكته كويس لانها عرفت ان دول مش لصوص عاديين، لكن مورينج بتكون سريعه وبتضربها، لكن البنت دي بتقدر تتصدى ليها، لكنهم مش اشخاص هتقدر تتعامل معاهم، وعشان كده هتهرب من هنا. وللاسف برضك موسانج بيكون وراها قبل ما تتحرك من مكانها. بعدها بتحاول تهرب تاني، لكن مورينج بتحاصرها تاني، بتحاول تروغها بالمروحه الحديديه عشان تهرب منها، لكن للاسف لتاني مره بتكون انتهى امرها هي كمان في لمح البصر. وبعد لما بينتهوا بيرجع موسانج للعجوز، لكن المرة دي عشان يسألوا عن الكمين اللي تعرضوا ليه. وحتى موسانج بيكون محاصر من كل مكان والسيوف على رقبته. فبيضحك العجوز بعدها وبيقول له هو فعلا ما كانش فخ، ولو فتحت الحقيبه اللي معاك دي هتعرف كل حاجه. بيفتحها موسانج بعدها وبيطلع منها لقالق نقيه عاليه المستوى، وبالنسبه للقالق دي فدي قيمه بشكل خاص للاشخاص الموجودين في العالم السفلي، والمفروض انك تدفع ما لا يقل عن 5 لقالق لو عايز تدخل العالم ده. وبالنسبه للاشخاص اللي قابلتهم في الكمين فدول اشخاص عايزين يدخلوا العالم السفلي زيكم بالضبط، وهدفهم كان اللقالق دي، لان العالم السفلي اللي انتوا رايحينه لا يفتح غير مره كل 3 شهور، وكمان لا يدخل غير 10 اشخاص فقط. ولحسن الحظ ان اليوم ده هو يوم الدخول، والاشخاص اللي انت قتلتهم دول كانوا من ضمن ال10 الاشخاص المقبولين لدخول العالم السفلي. ولكن مع رحيل الشخصين دول فاكيد لسه مكان فارغ لشخصين اخرين، وكل ده كان لتلبيه طلبك لدخول العالم السفلي بما انك شخص يحمل الحرير الذهبي. بعدها في لحظه واحده موسانج بيكسر كل سيوف الاشخاص اللي محاصرينه، وبيقول للعجوز لو حاولت تستغلنا مرة تانية هتكون آخر حاجة تعملها في حياتك. وبعد شوية بيوصلوا لمكان تاني ولكن متنكرين بالأشخاص اللي تعاملوا معاهم من قبل. وبعد شوية بيوصلوا لمكان تاني
لكنهم بيطلبوا 5 دقايق تانية، خد لفة تانية يا اسطى لما نكون صحينا. لكن لما بيصرخ عليهم الوسطى ده وبيقول لهم انتم مفكرين نفسكم في الملاهي، بيتخض موسانج وبينهض في لحظة، وبعدها بيشاور ليهم عن المكان وبيقول ليهم ده المكان اللي هتدخلوا فيه، وبعد مسافة معينة هيقابلكم رجل هناك وهتعطوهم اللآلئ النقية. وهنا بيتفاجئ الرجل ده من الشخصين دول، لأن أي فنان قتال عادي سيكون مرعوب من الوصول لهنا، لكن الشخصين دول مش مهتمين حتى. وفعلا لما بيوصلوا للعالم السفلي بتكون مورينج منزعلة بالمكان، وحتى موسانج هو كمان معجب بالمكان جدا. لكن فجأة بتمسك بورينج ايد سارق تعيس الحظ لأنه أول مرة يسرق ويسرق منها، وبعدها بتمسك ايده وبتكسر له كل عظام ايده، وبعدها بتحذره وبتقول له جرب تعمل كده تاني وهقطع لك ايدك. بعدها موسانج بيقول لها يلا نروح نغير شكلنا ده لاني اتخنقت من التنكر ده، فبتقول له ما تفضل كده لان شكلك كده افضل. لكن من وراه بيظهر وجه جديد وبيرحب بالوجوه الجديده وبيتوعد انه سيسرقهم بالكامل. وانا هنا اقول لك من منصبي ده كان غيرك اشطر. وبعد ما بيغير موسانج تنكره ويرجع لشكله الاصلي اللي هو اساسا الشنب فقط، بيحس بفارق كبير جدا وتحسن رهيب معرفش من ايه. بتساله بعدها مورينج دلوقتي بعد ما جينا هنا هنلاقي اخوك ازاي؟ فبيقول لها بعد دخولنا لهنا هم من هيبحثوا عننا ويجدونا. وفجاه كده بيدخل عليهم العجوز اللي كان بيراقبهم وبيقول لهم بابتسامه خبيثه منه انا اول مره اشوفكم وشكلكم كده جديدان هنا في العالم السفلي ده. فبيسالوا موسانج بعدها انت مين بقى يا ترى؟ فبيقول له مفيش داعي انك تخاف لاني مش شخص مشبوه، انا يوم ووتشي، ولما شفتكم لاول مره هنا قررت اني اساعدكم لاني مفيش حاجه هنا ومعرفهاش. لكن مورينج بعدها بتقول في نفسها الراجل ده يا اما متعجرف واهطل يا اما نصاب. اما موسانج بيقول له بعدها انت متاكد انك عايز تساعدنا بدون مقابل؟ فبيضحك بعدها العجوز وبيقول له بما انك حديث هنا فاكيد ما تعرفش المكان اللي انت فيه حاليا. ومن بعدها بيستعرض قدامهم وبيعرفهم بالعالم السفلي المكان اللي هم موجودين فيه حاليا، وبيقول لهم بعدها المكان ده بيجتمع فيه القمامه. هو فعلا واضح من غير ما تقول على فكره، وكمان هو الوجهه الاخيره للاشخاص الاشرار، بمعنى انه مكان خطير جدا واللصوص هنا في كل متر. جرب فقط ترمش بعينك وهتلاقي لمؤاخذه قطع الذهب اللي على ملابسك الداخليه اتسرقت منك، والحمد لله مش حاجه تانية. لكن عشان انا طيب وحبوب فانا موسوعه العالم السفلي وممكن ارشدكم لاي مكان بامان لكن بعمله فضيه فقط. وهنا موسانج بينصدم وبيقول له تلقائيا نعم يا روح ماما، لكن مش من الثمن ده. بيقول له كده لان الثمن قليل فعلا، وكمان بيقول له لولاك لكنا ضعنا ودلوقتي انا اطمنت فعلا. لكن مورينج في الوقت ده وفي جهه تانية بتكون هيحصل ليها حاجه من غرابه موسانج. بعدها بيقول لهم العجوز ها يلا اسالونا على اي حاجه عايزينها. فبتساله مورينج بعدها وبتقول له سمعنا ان في منشطات خاصه مش موجوده الا هنا في العالم السفلي واحنا هنا عشان نحصل على بعض منها. لكن العجوز بينصدم منها، فبتقول له بعدها ايه يا عم الموسوعه شكلك مش هتعرف تدلنا. فبيقول لها لا مش كده، انا ممكن ادلك عادي وكل حاجه، لكن الامر ان ما كنتش متوقع انك تكوني انت اللي بتساليني عن الحاجه دي لان الاقوياء فقط من الرجال هم من يسالون عن الحاجات دي. فبيقول له موسانج بعدها وكمان في شخص عايزه ميت خارج العالم ده، ممكن تحضر لي واحد يخلص لي المهمه دي. فبيقول له يا ده كتير جدا هنا واسعارهم مختلفه كمان. لكن موسانج بيقول له بس انا عايزه خبير في رتبه الذروه. فبيقول له بعدها عادي نجيب لك واحد، لكن طلباتكم دي محتاجه شويه فلوس كتير. فبتصدمه مورينج بعدها وبتقول له احنا معانا 100 عمله ذهبيه هتكفي ولا لا؟ فجاه بيقلب مصباح وبيقف عشان يرشدهم للمكان بسرعه، لكن الوحشين دول بيكونوا عارفين نيته الحقيقيه فعلا. وبعد مده بيوصلوا لارض قتله وسفاحين، بيسيبهم العجوز على اساس انه يتكلم مع القتله دول ويعرفهم طلباتهم. لكنه بيقرب من شخص منهم وبيقول له ان الاشخاص دول معاهم اكتر من 100 عمله ذهبيه، وكمان لو قتلتهم هنا هعطيك 20% من العملات دي. وهنا بيفرح القاتل جدا وما يعرفش مين اللي مستنيه. بيقترب بعدها من موسانج وبيقول له انت عايز مين ميت؟ بيبتسم له موسانج بعدها وبيقول له مش مهم لان بمستواك ده مش هتقدر تقتله ومن الافضل ان اقتله بنفسي. وهنا بينفجر القاتل او اللي في عداد الموت ده وبيطلع سيفه وهو بيقول له موسانج انت مفكر نفسك اقوى مني وبعدين احسن كده لان هقتلك هنا وهاخد فلوسك. لكن موسانج بيكسر له سيفه وهو ما اتحركش اساسا وبلمسه منه في بطنه بيطيره من قدامه. وبعدها بيتعجب من كلامه وبيقول للعجوز ايه الكلام اللي قاله ده. وهنا بيعرف العجوز ان انتهى امره خلاص. فبيقول له بعدها والله ما اعرفش ده راجل وحش وانا ما اعرفش الوحشين دول. بيقول له موسانج بعدها شكلنا بنكذب، انت مش قلت لي انك عارف كل حاجه هنا؟ لكن مش مهم، شكل الراجل ده هو الشرير الوحيد هنا. بعدها بيترعب الراجل ده منه وبيقول له والله العجوز ده كذاب، ده انا وهو متفقين وفي نفس القرب وعارفين بعض. لكن موسانج بيضربه وبيلزقه في الارض وبيقول له ازاي بتكذب قدامه وبتفتلي على الراجل العجوز ده قدامي؟ شكلك كده عايز تنضرب تاني. بيلف للعجوز وبيقول له مش كده برضك. لكن العجوز من كتر الرعب مش عارف
هو بيقول ايه، ومن بعدها بيلفوا موسانج تاني وبيكمل في الراجل ضرب. اما العجوز بقى واقف وبيندم على اليوم والساعه اللي شاف فيها موسانج. لما بيخلص موسانج بيقول للعجوز بعدها من فضلك خدني للشخص المناسب المره الجايه. وهنا العجوز بيعرف غلطه وبيعطيله التمام وبيطلع يجري قدامه عشان يوصله باقصى سرعه. ساعتها بقى مورنج بتشفق على الراجل العجوز واللي شافه النهارده من موسانج. بيروحوا بعدها لمنطقه قطاع الطرق، منطقه كل اللي محتاج منك تعرفها هي ان المنطقه دي هي منطقه فيها كل حاجه وحشه بس كده، بمعنى انها المنطقه الرئيسيه للعالم السفلي. بتقول مورنج بعدها للعجوز انت مش جايبنا هنا عمدا للمكان الخطير ده عشان تستغلنا صح؟ فبيترعب منها وبيقول لها لا والله المكان ده هو المكان الوحيد اللي ممكن تلاقي فيه الحاجات اللي انت عايزاها، وكمان المكان الوحيد اللي ممكن تلاقي فيه ذروه المقاتلين اللي موسانج عايزهم. فبتقول له يا عم خلاص بطل هري كتير وهثق فيك المره دي. لكن العجوز في اللحظه دي بيكون على اخره، لكن للاسف هو مع وحشين ومش هيقدر يعمل حاجه فيهم. وفعلا بعد مده موسانج بيشوف خبراء منشورين في المكان بالكامل، وفوق كل ده القلعه دي لازم تكون قلعه الجحيم. لكن في نفس الوقت مع مورنج بتكون مشغوله بنظرات الرجال في المكان ليها، لكن موسانج بيقول لها تحملي شويه لما نخلص اللي احنا جايين له. لكن ده كله بيتمسح نهائيا لما واحد من الرجال ده بيعاكس مورنج، لا وكمان بيروح عشان يمسك شعرها. وهنا بقى بيتدخل موسانج وبيكسر له ايده. بعدها مورنج بتتريق عليه وبتقول له انت مش لسه موصيني ان اتحمل شويه؟ فبيقول لها لا ده انا ايدي انزلقت بس. فبيلاحظهم بعدها الرجال كلهم في المكان، وهنا بيضحك العجوز بخبث كبير جدا لان خطته مشيت زي ما هو مخطط بالضبط. لكن موسانج بيكون عارف اساسا وبيقرر بعدها انه ينهي امر الجميع هنا. لكن قبل ما يحصل حاجه في المكان بيظهر راجل شكله محترم كده وبيوقفهم كلهم. وشكل الراجل الكبير ده شخصيه مهمه في المنطقه دي. بيتحول للعجوز تاني وبيقول لهم ده تشاي، ده رجل تاثيره كبير جدا في المعاملات التجاريه اللي هنا. بيدخل تشاي في الموضوع على طول وبيسالهم انتوا هنا ليه؟ فبتقول له مورنج بعدها لاننا عايزين منشطات. فبيقول لها بس الحاجات دي ما اظنش انها تنفع واحده زيك. فبتقول له مالكش دعوه. فبيقول لها مش مهم طالما هتدفعوا ليا، قولي لي بقى عايزين قد ايه؟ فبتقول له عربه كامله لكل واحد مننا. وهنا بينصدم تشاي وبيلف وشه وبيقول لها انسى اي كلمه عن الصفقه دي لان الكميه دي ما بيطلبهاش افراد زيكم. فبتقول له طيب ايه رايك بقى نغير شروط الصفقه دي؟ وبتقول له بعدها الملوخيه بتاعتكم هنا احسن بكتير من الملوخيه بتاعت العالم الخارجي، بمعنى انه موجود هنا عنصر فريد جدا بالمكان ده، يعني كل واحد مننا هياخد كميه من المواد الخام وبنفس سعر الصفقه السابقه. ايه رايك بقى؟ وهنا بينصدم تاني وبعدها بيشتمها وبيقول لها مستحيل فرد زيك يبحث عن الكميه دي كلها في مكان زي ده، انتم مين بالضبط وعايزين ايه؟ وهنا بتخرج مورنج عن صمتها بما انها اتشتمت كتير في المكان ده. فبيضحك بصوت عالي وبيقول لها انت مفكره انك ممكن تفوز عليا؟ شكلك كده مغروره جدا. لكن مورنج قبل ما تعمل اي حاجه بتقول لموسانج اوعى تتدخل انا هتولى كل حاجه من هنا. فبيقول لها انا ما كنتش ناوي اتدخل اساسا. وفي نفس الوقت ده تشاي بيكون جاي لها بكل قوته لكنها بتختفي من قدامه وبتظهر وراه، وبضربه واحده فقط منها بتسيب تشاي وبتروح للعجوز الخبيث وبتضربه قلم بتكسر له اسنانه. فبيقول لها العجوز بعدها انت بتضربيني ليه انا؟ انت حوله ولا ايه؟ فبتقول له والله هي جت كده، الراجل الكبير ده تفادى هجمتي الناريه وجت فيك انت. لكن الراجل الكبير بينفجر من الغضب لانها بتستحقره. لكن مورنج هنا بتنفذ له طلبه وبتكون قدامه وبتوقفه عن الكلام، وبضربه واحده منه بتضرب العجوز بالقلم تاني بتوقع له صف اسنانه التاني. وبتقول له بعدها الراجل الكبير ده راجل مخادع جدا، تفاداني تاني وجت فيك انت، وعشان كده انا هاخد لك حقك وانتقم منه اشر انتقام. في الوقت ده العجوز اللي في ايدها بيطلب النجده منها، لكن المره دي مورنج بكل غضبها وبسرعه كبيره جدا بتهجم على تشاي. لكن المره دي بتكون حقيقه فعلا وبتضربه في بطنه وبتطيره من مكانه حرفيا. ساعتها بقى الخبراء الاقوياء في المكان بالكامل بيأثروا وقتهم وبيلفوا وبيمشي من المكان. لكن موسانج بيشعر فجأة بواحد من الموجودين بتنبعث منه هالة شبيهة بهالة قبيلة الدم المظلم. بيطلع بعدها موسانج بسرعة رائحة وبيرميها عليه، ودي رائحة عاملة زي الGPS كده. في نفس الوقت ده بيكون العجوزين وشهم كلهم وارم من الضرب. بتسألهم مورنج بعدها دلوقتي اكيد عارف مكان المكونات؟ فبيقول لها اكيد عارف بعد اللي حصل ده. فبتقول له بعدها طيب خدنا لهناك. بيتكلم بعدها بكلام مش مفهوم بسبب الضرب اللي خده. فبتقول له مورنج بعدها مش سامعاك كويس، شكلك كده عايز تنضرب وبتحب الضرب. فبيقول لها لا والله بقول لك الامر هيكون مليان بالمخاطر بالنسبه ليا لو قلت لك على المكان ده. فبتقول له نعم عايز تموت؟ حاضر هنفذ لك طلبك. بيتراجع بعدها في لحظه وبيقول لها على كل حاجه. بعدها بيقطعها موسانج وبيقول لها على الشخص اللي شافه من شويه وكمان وضع عليه رائحه عشان يتبعوه في اي وقت. في الوقت ده الرجل الكبير تشاي بيكون هيموت العجوز من الضرب لان هو السبب في اللي حصل ليه ده،
بعدها مورينج بتقول لموسانج طيب انت ليه ما رحتش وراه؟ فبيقول لها موسانج بعدها بعد ما نسوي مسألة العقاقير والملوخية دي هروح وراه. فبتقول له انا هسويها لوحدي وانت روح وراه بسرعة. فبيتردد موسانج. فبتقول له بعدها مورينج مش واثق فيا ولا ايه؟ لكن موسانج بيقول لها مش كده، كل الحكاية ان مش عايزك تقع في مخاطر بسببي. بعدها بتاخدها بقى شغل المحن وكأنه خايف عليها. لكن قبل ما بتكمل كلامها بيكون موسانج اختفى اساسا من قدامها. بنروح بعدها لكتيبة الدم الحديدية وفيها بيوصل المحارب بالمعلومات لسيدتي عن موسانج. وبعد ما بتعرف عنه المعلومات العادية اللي كلنا عارفينها بتقول له بعدها شخص من أكاديمية قتالية ضعيفة زي دي مش ممكن يكون بالقوة دي. فبيقول لها ممكن يكون ده هو السياف الملقب بالسياف بلا ظل، السياف الأسطوري اللي قدر يقتل 30 خبير قتالي رفيع المستوى دون وجود ليه أي أثر نهائيا أثناء حرب الشر العظمى. وده طبعا مجرد شعور بالنسبة ليه، لأن بعد تحقيقاته وراء موسان كانت الفترة اللي كان فيها بيخدم التحالف كانت نفس الفترة اللي كان السياف بلا ظل نشط فيها. والأكتر من كده كان قادر يتعامل مع اللورد الغامض والشيخ الثالث لكتيبة الدم الحديدية بسهولة جدا لوحده. وبعد اغتيال امبراطور كف الدم الطاغية تم الاشتباه في السياف بلا ظل ان هو من قتل. وساعتها موسانج اختفى لمدة عامين بلا اي اثر. فبتقول له السياف بلا ظل فعلا هو الاقوى، لكن في قتال موسانج الاخير كان في قوة مختلفة كليا وغامضة صادرة منه مختلفة عن السياف بلا ظل. وكمان المعروف ان السياف بلا ظل مش شخص واحد فقط، وعلى الاساس ده فالافتراضات بتاعتك بلا اي قيمة. بنرجع بعدها لموسانج اللي بيكون وصل للقصر، لكن القصر بيكون تحت حراسة مشددة ومن كل مكان، وجميع الحراس خبراء من الدرجة الأولى، حتى نملة مش هتقدر تعدي منهم. لكن موسانج بيتحرك باتجاه القصر. بعدها واحد من الحراس بيتاوب بيظهر جنبه القائد بتاعه بمنظر مرعب وبيقول له بعدها شكلك كده عايز تنام، وعشان كده اجري واحرس الجدار الخارجي بدل عايز تنام، بدل ما اعلقك هنا. في الوقت ده موسانج بيكون قدامه، واول ما بيوصل الحارس للمكان بيكون موسانج اختفى من مكانه وتخطى الجدار وكأنه شفاف، وبيستمر في تتبع الرائحة اللي وضعها على الرجل. بيظهر بعدها حارسان لكن موسانج بيختفي تاني وبيعبر من خلالهم. وفعلا واحد منهم بيحس بشوية هوا في المكان. هوا ايه يا هبل؟ ده في واحد مشي من خلالك دلوقتي. لكن مش مهم. بيوصل بعدها موسانج لمكان في القصر من الداخل، وبعدها بيتبع الرائحة اكتر واكتر وبيظهر في مكان وجود صاحب الرائحة نفسه. والمكان ده موجود فيه صاحب عشيرة الدم المظلم غوي يونغ. وفي الوقت ده كان الرجل بيحكي لغوي عن اللي حصل لتشاي، لكنه ما قدرش يعرف مين هما الشخصين اللي عملوا فيه كل ده. وفي الوقت ده موسانج بيكون في وسطهم وسامع كل حاجة. لكن فجأة غوي بيشعر بوجود حد في المكان، وفي لحظة واحدة بيهجم عليه وبيقوم بعدها فجأة، والكل مستغرب هو ليه بيعمل كده. وبعدها بيطلب منهم انهم يكثفوا الدوريات في القصر. في نفس اللحظة دي بيكون موسانج واقف جنبه وبينهم فقط باب واحد، وبيدرك بعدها ان الشخص ده بنفس مستوى زعيم الطوائف التسعة الكبرى. بنرجع بعدها لمورينج اللي بتكون مصدومة جدا لانها وصلت اخيرا لمكان وجود المواد اللي بيستخدموها لصنع العقاقير. وحاجة أخيرة، ما تنساش تدعي لأهلك وحبايبك في فلسطين. وبس كده لهنا أقدر أقول لكم لهنا نكون وصلنا لنهاية جزءنا للنهاردة، وشكرا لكم جدا لو وصلتم لعندي هنا. وقبل ما تقفل الفيديو ما تنساش تخدم عظمتك بالصلاة على النبي، وتنزل تدينا تعليق عظيم زيك، وتدعمنا باللايك الجميل بتاعك، وتشترك لو حابب تشوفنا تاني. واشوفك في جزء جديد على خير إن شاء الله. and peace.